كاستمر اكوزيشن كوست ببساطه السي اي سي. يعني ايه تكلفه ان انا اجيب زبون النهارده، اشتري زبون، تكلفته كام عليا انا كشركه او صاحب مصنع او صاحب مصلحه او عنده بيزنس حتى لو محل صغير كده. بيبقى زي الفاتوره اللي حضرتك بتدفعها عشان تجيب عملاء جداد. يعني كام بتدفع علشان تجذب واحد يشتري منك. زي مثلا نقوله نفترض انك عندك مشروع لتوصيل الطعام الدليفري، تنزل اعلانات على السوشيال ميديا عشان تجذب زباين. الفلوس اللي بتتكلفها في السوشيال ميديا ديت والمصروف اللي انت بتدفعه في التسويق ده بتتحسب على انها سي اي سي كاستمر اكوزيشن كوست بتاعتك. يعني اذا بتحسب مثلا انك دفعت 1000 جنيه على السوشيال ميديا في الاعلانات وجبت منهم 100 زبون، يبقى تكلفه السي اي سي بتاعت كل واحد هتكون 10 جنيه على كل زبون. السي اي سي دي بتساعدك تعرف تكلفه جلب العملاء بالنسبه لك قد ايه، وتقيم اذا كانت استراتيجيتك الخطه التسويقيه اللي انت مستخدمها صح ولا لا. هديك مثال، اوبر مثلا بتدفع فلوس كتير قوي في الاعلانات والعروض. ليه؟ عشان تروج يجذب بيها سائقين جداد وركاب جداد. طب امازون بيستخدموا العروض الترويجيه والتخفيضات عشان يجذبوا عملاء جداد وبالتالي يكون لهم كمان جزء كبير ان هم يجيبوا ناس اكتر. النتفليكس بيستخدموا العروض المجانيه ويقول لك اشتراك مجاني، كل ده عشان يكبروا قاعده العملاء بتاعتهم. كل التكاليف ديت بتكون استراتيجيات مختلفه عشان تجذب بيها عملاء، وبالتالي السي اي سي الكاستمر اكوزيشن كوست تكلفه شراء العملاء بتختلف من شركه للتانيه. لازم يكون عندك سياسه واضحه في الجزئيه ديت وكام عشان تعرف اللي انت بتصرفه بيجيب لك زباين كفايه ولا لا.